السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فكرة مؤكدة وهتيجي في الامتحان بإذن الله. عايز أكلمكم على Ohm's Law for Closed Circuits. أوكي، فإذا قلنا Ohm's Law for Closed Circuit لازم تفتكر الرسمة دي. واحد، لازم تفتكر إن البطارية ليها internal resistance. اتنين، لازم تفتكر الفولتميتر أكروس البطارية when there is no current passes through the circuit. فالفولتميتر يريد ال EMF. Why? فولتميتر أكروس البطارية when there is a current passes through the circuit فيقرأ التيرمينال بوتنشال. أوكي، يبقى لازم نتذكر مع بعض حاجة. أصلا الجنرال فورميلا بتاعت Ohm's Law for Closed Circuit I equals VB over R external plus R small. وتبقى عارف التيرمينال بوتنشال بيساوي اي ار اكسترنال. التيرمينال بوتنشال هو ما تم شفطه داخل السيركت اللي الريزيستورز شفطته. عشان تبقى فاكر ان عندي حاجه كمان اسمها لوست بوتنشال. اللوست بوتنشال هو مين؟ ابن بابا المستخبي اللي خد فولتج والناس مش شايفاه، اللي هي مين؟ الانترنال ريزيستنس. فاللوست بوتنشال هو الضائع التائه المفقود على الانترنال ريزيستنس. الله الله، خلي بالك جنرالي الاي ام اف اللي هو الرقم المكتوب على البطاريه هيبقى حتتين، حته تيرمينال بوتنشال وحته اسمها لوست بوتنشال. الله الله. طيب يبقى مين بقى الفكرة الأساسية؟ فكرة الجراف. الجراف ده في حد ذاته ادي أول ايديا من 4 عايز أقول لك عليه. الرسمة هي رسمة إيه؟ رسمة ما بين الكرنت وما بين الفي، حيث الفي هي الريدنج اوف فولت ميتر اللي محطوط اكروس ذا تو تيرمينالز اوف ذا باتري. لما الكرنت يبقى بزيرو فالفولت ميتر يقرا قيمة. عارف إيه هي القيمة؟ اللي هي اسمها اي ام اف. يبقى الجراف نفسه دي فكرة. 2، نقطة الانترسكشن دي اسمها الاي ام اف. 3، اي نقطة تحت الاي ام اف اسمها تيرمينال بوتنشال. الله الله. طيب وتبقى واخد بالك الجراف ده السلوب بتاعه يديني الابسوليوت فاليو اوف انترنال ريزيستنس يا شبنا الجميل. سؤال سريع واجابته سريعة كمان. The opposite graph shows the relation between the terminal voltage of battery V that has an internal resistance. البطارية لها internal resistance 0.5 ohms connected with closed electric circuit and the current intensity I that passes through them. Then the value of electromotive force of the battery is مبدئيا لما كان التيرمينال بوتنشال ب 8 فولت، ده الكلام ده لما الكرنت ب 4 امبير، يبقى في اللحظه دي اللوست بوتنشال بيساوي اي ار سمول 4 تايمز 0.5 فيطلع اللوست بوتنشال 2 فولت، وعندي تيرمينال بوتنشال 8 فولت، يبقى الاي ام اف بتاع البطاريه اللي بيسال عليها ب 10 فولت اللي هي 8 بلس 2. جميل. طيب نطور الفكره كده شويه. اوعى تنسى لما المسروق يقل فالمتبقي يزيد. مين هو المسروق؟ التائه الضائع اللي هو اللوست بوتنشال. لما اللوست بوتنشال يقل فالمتبقي، مين هو المتبقي؟ التيرمينال بوتنشال. حلو. تعرف ان التيرمينال بوتنشال بيساوي اي ام اف ماينس لوست بوتنشال؟ كويس. اللوست بوتنشال اللي هو اي ار سمول هو المسروق. وكيف يقل المسروق؟ لو الكرنت في السيركت قل فايه اللي يحصل؟ فالاي ار سمول تقل فالمسروق يقل، فتجد ايه حضرتك؟ المتبقي اللي هو التيرمينال بوتنشال يحصل له ايه؟ يزيد يا سعادة البيه. ولا من شاف ولا من دري. والى اللقاء في الفكرة الجاية ان شاء الله.